السلام عليكم. هنتكلم النهارده ان شاء الله تعالى عن الحرب ما بين ايران وما بين اسرائيل. هل احنا غيرنا النشاط بتاعنا وبدل ما نتكلم عن الاجهزه الكهربائيه هنتكلم عن الحرب والسياسه؟ لا، على الاطلاق، احنا بنتكلم في نفس المضمون. هنتكلم عن تاثير الحرب دي على السوق وعلى الاجهزه. هل في زياده في الفتره اللي جايه ولا الاسعار ثابته ولا ممكن تقل؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. تابعوا معانا. الفترة اللي فاتت إسرائيل كانت بتضرب في غزة تقريبا، هدمت البنية التحتية بتاعة البلد كلها، قتلت آلاف الأشخاص، شردت وأصابت مئات الآلاف من الأشخاص، وكانت في نفس الوقت بتضرب في لبنان وبتضرب في سوريا وبتضرب في اليمن. ومؤخرا الضرب وصل لإيران، ومش عاوزين نقفل القوس زي ما الفيلم بيقول، سايبين القوس مفتوح، مش عارفين مين البلد التانية اللي هتدخل في الحرب مؤخرا. ده بتأثير الحرب دي على الأجهزة الكهربائية اللي هي مجالنا واللي هي شغلنا هيكون إزاي، وعلى السوق بصفة عامة. احنا قدام اتنين من السيناريوهات. أول سيناريو إن الحرب دي هتمتد لأيام بسيطة، ممكن 3 أيام 4 أيام أسبوع. الفترة القليلة دي مش هنلحق نحس بيها في مجال الأجهزة الكهربائية. ليه؟ أولا احنا عندنا حالة من الركود بنعيشها بقالها فترة. ثانيا المصانع والشركات عندهم كمية بضاعة كبيرة جدا موجودة في مخازنها في تصنيع أول بأول. الحاجة التانية إن التجار ذات نفسها عندها كميات كبيرة من البضاعة موجودة في المخازن بتاعتها، فعما نقص البضاعة يبدأ والتصنيع يقل، مش هنلحق نتأثر بالحرب دي لو امتدت لعدة أيام بسيطة. الخوف والمشكلة الكبيرة لو الحرب دي مثلا فضلت اسبوعين 3، امتدت اكتر من كده، او دول تانية دخلت في الحرب، فدي هتبقى مشكلة كبيرة. اول حاجة الدول دي مصنعة، الدول دي منتجة للنفط والغاز بدرجة كبيرة، وهيبدأ سعر النفط والغاز يزيد تدريجيا وبصورة متوحشة. الحكومة بتاعتنا هتيجي في وقت من الاوقات تقول يا جماعة انا ده اخري، وانا وصلت لمستوى دعم كبير جدا، هعمل حاجة من الاتنين. اول حاجة هخفف احمال على المواطن، وتاني حاجة ان انا هقلل الغاز والنفط عن المصانع. ودي الحته اللي احنا تخصنا احنا، ان المصانع لو وصل النفط والغاز لها بدرجه قليله التصنيع هيقل، وهتبدا الاسعار تزيد والمنتج ذات نفسه يقل. الحاجه الثانيه ان المركب اللي ماشيه في البحر بتنقل قطعه غيار او بتنقل منتج كامل من بلد لبلد، التأمين اللي على المركب دي بيزيد أضعاف. يعني لو في تأمين عليها دولار، الدولار ده هيبقى 2 و3 و4، لأن في مخاطر كبيرة عن المركب اللي ماشية في البحر وفيها الجهاز اللي يخصنا اللي هو الجهاز الكهربائي أو قطعة الغيار. وده برضو من ضمن الأشياء اللي هتخلي الأسعار بتاعة الأجهزة ممكن تزيد. الحاجة اللي بعد كده مضيق هرمز. ولو مضيق هرمز ده إيران قفلته هتبقى مشكلة كبيرة، لأنه يعتبر شريان الحياة التجارية في العالم والنفط برضه بصفة عامة. فلو إيران قفلته هتبقى مشكلة كبيرة جدا، والدنيا هتزيد بطريقة كبيرة، وده هيعمل حالة من حالات الركود. هتبقى عندك أسعار غالية جدا، هتبدأ الناس إن هي تخاف تشتري بالأسعار الغالية دي، ويعمل موجة من عمليات الركود في السوق. نتمنى ان ده ما يحصلش في الفترة اللي جاية، ونتمنى ان الحرب دي خلال ايام بسيطة ان هي تخلص. ده تصورنا البسيط الفترة اللي جاية، نتمنى ان احنا نكون وضحناه لحضراتكم، ونتمنى ان احنا نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.